السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لكل متابعينا الكرام على القناة ولكل عاشقي الساحرة المستديرة. سوف يتم إذاعة 22 مباراة من أصل 64 مباراة، وده اللي هيكون على القنوات المجانية الناقلة لمباريات كأس العالم المقامة في قطر. المباريات اللي هيتم إذاعتها على قنوات بين سبورت المفتوحة هيكون في 22 مباراة، هتضم أمريكا وويلز وفرنسا واستراليا وبلجيكا وكندا وصربيا والبرازيل، وكمان في منتخب انجلترا وامريكا، منتخب الدنمارك وفرنسا، وفي بلجيكا والمغرب والمكسيك والبرازيل واسبانيا والمانيا والبرتغال والاكوادور وويلز ومنتخب انجلترا وتونس وفرنسا وبولندا والارجنتين واسبانيا واليابان وكوستاريكا والمانيا والكاميرون والبرازيل. دي المباريات اللي هيتم اذاعتها. اما عن الدور ال16 هيكون فيه 5 مباريات هيتم اذاعتها على القنوات المجانيه المفتوحه، قنوات بين سبورت. وفي الدور الثمانية هيكون فيه 3 مباريات، وكمان هيتم نقل النص النهائي والنهائي، وده برضو هيكون على القنوات المجانيه المفتوحه. ومن ضمن القنوات اللي برضو هتذيع ال 22 ماتش والخمس مباريات الدور ال16 والثلاث مباريات الدور الثمانية هيكون في قناه الكاس. الملحوظه اللي انا عايز اوضحها لحضراتكم يا شباب ان القنوات دي مش هيتم تشغيلها الا من خلال ريسيفرات الاتش دي، يعني الريسيفرات القديمه اللي حضراتكم كلها عارفينها. القنوات دي للاسف مش هيتم تشغيلها، والريسيفر مش هيستجيب، وفعلا القناه مش هتفتح، لازم يكون ريسيفر اتش دي. الحاجه الثانيه، لو حابب انك تكمل ال 64 مباراه وتتفرج على المونديال كامل، ده مش هيكون على النايل سات، ده هيكون من خلال القمر التركي اللي هو 42 شرق، اللي هي قنوات التي ار تي. يعني لو حضرتك عايز تتفرج على المونديال كامل هيكون من خلال القمر التركي واتجاهه 42 شرق، ده مش هيكون على النايل سات، وهيكون قنوات التي ار تي. اما بخصوص تردد البين سبورت على النايل سات، التردد 11054 اتش على 27500، 11054 اتش على 27500. اما عن قنوات التي ار تي ده هيكون موجود على القمر التركي. كده هيكون في اذاعه للمطوشه باللغه العربيه وباللهجه العربيه، وده هيكون على النايل سات. اما اذاعه المونديال كاملا فده هيكون على القمر التركي 42 شرق. كده يا شباب نكون وصلنا لنهايه الفيديو. كل الامنيات بمشاهده ممتعه، فضلا وليس امر اشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد. دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.